مرحبا ويسعد لي أوقاتكم. معكم سهى من بسكوتارت. إن شاء الله جميعا تكونوا بألف صحة وخير. اليوم رح نحضر مع بعض بناء على طلبكم وصفة دبس الرمان. رح نحضرها بالبيت ونشوف كل الخطوات. هي الخطوات كتير سهلة، تحضيره بسيط، ولكن المتعب فيه إنه بياخد وقت طويل على النار. أما الخطوات رح تشوفوا إنه كتير سهلة. طبعا مثل ما انكم تعرفوا انه دبس الرمان هو من الوصفات الاساسيه بمطبخنا السوري، ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات انتم من اي محافظه بسوريا وشو الاكلات اللي بتستخدموا فيها دبس الرمان. خلونا نشوف الخطوات مع بعض. هلا اول شيء بحب لكم انه لا تعذبوا حالكم وتفرطوا الرمان بالبيت. صار في محلات خصوصي بتغسل الرمان، بتفرطوا بتعصر لكم اياه، فوفروا على حالكم هذا المجهود وركزوا على عمليه تكثيف دبس الرمان. انا هون اشتريت 15 كيلو رمان، اخذته عند شخص غسله وفرطه وعصر لي اياه، جبته على البيت معصور. كل شيء عملته اني انا استخدمت نصايه ناعمه، صفيت العصير مرتين لحتى اضمن انه انا ما عندي اي شوائب نهائيا. هلا رح نرفعه على النار على نار متوسطه. رح أضيف عليه شوية زيت نباتي، ما في مقدار للزيت، يعني رشة زيت نباتي فقط. هي فائدة الزيت النباتي إنه لما يغلي دبس الرمان ما يفور معنا، يعني عصير الرمان ما يفور. هلأ رح ننتظر لحتى يغلي. بعد ما غلى عندي مثل ما لكم شايفين، قلت لكم هاي الكمية ناتجة عن 15 كيلو من الرمان. حاليا رح أضيف على هي الكمية معلقتين كبار من السكر. السكر بيساعد حتى يعقد العصير ويتحول لدبس. طبعا أكيد لازم أحركهم لحتى يذوبوا منيح. هلا بعد ما تأكدت إنه ذابوا منيح رح نترك عصير الرمان على نار متوسطة، وأكيد كل شوي نحن بالمطبخ أكيد بنحركه ونتركه لحتى تتبخر منه السوائل وتصير الكمية قليلة كتير ويصير القوام متكاثف. هلأ بعد ما غلى شوفوا كيف تكونت عندي رغاوي على الأطراف. هدول الرغاوي بسحبهم. إذا كنتوا جداد بالقناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. مثل ما شايفين أنا بسحب هدول الرغاوي، وطبعا أنا ما تركت العصير الرمان، أنا شوي ورا شوي بدخل على المطبخ وبحركه. هذا الأمر كتير ضروري. نستمر على هي المرحلة لحتى مثل ما لكم شايفين كيف الكمية كتير قلت، اللون تغير وصار القوام كثيف أكثر. هلأ رح تقولوا لي يعني المدة اللي استغرقها، ما فيني أحدد لكم المدة لأني حسب الكمية اللي أنتم عم تستخدموها، حسب النار كمان شدة النار اللي أنتم عم تستعملوها، ولكن بدكم تكونوا صبورين. هو مو صعب، فقط إنكم تكونوا صبورين عليه. كيف بدنا نعرف إنه هو وصل للقوام المطلوب؟ بطريقتين، إما باستخدام الملعقة فينا نعرف، أو باستخدام الصحن. هلا رح تشوفوا. بس في نقطة ضرورية بدي أنبه عليها، إنه بآخر كم غلوة بعد ما يصير قوامه جيد رح نحط شوية ملح. يعني أنا لهالكمية حطيت معلقة صغيرة ملح، وأكيد رح أحركها. الملح كتير ضروري، بيضمنكم عملية التكاثف، كمان يعتبر مادة حافظة لدبس الرمان، فهي ما تنسوها. الملح ضروري جدا جدا للخطوات المهمة. أكيد رح أحركه وأتركه الملح يغلي كمان كم غلوة مع دبس الرمان. هلأ رح نشوف كيف رح نعرف إنه صار قوام جيد. بظهر الملعقة بغطى بقلب دبس الرمان بعمل مثل خط. إذا شفنا إنه الخط ضل بعيد عن بعضه، يعني مثل ما تكون شايفين هلأ صار في عندي خط مرسوم وما رجع اتحد مرة تانية، فبيكون القوام مزبوط. رح أفرجيكم إياها كمان على الصحن حتى يكون الأمر أوضح لكم. أخذت صحن عادي، يفضل يكون بارد حتى يبرد معكم بسرعة. رح أتركه شوي ثواني بس لحتى يبرد، لأني الدبس الرمان هون سخن كتير. بس أنا تركته ثواني والصحن بارد. شايفين؟ هلأ بعمل خط. إذا كان الخط ما اتحد معناتها الدبس صار جاهز تماما.
لهاي الوصفة وغيرها من الوصفات المجربة ممكن تزوروا موقع بسكوتارت.com. باي.